أهلا ومرحبا بكم في قناة أبو نور وسيف المصري. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك ودوس إعجاب واضغط على الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. 3 أسئلة، كل سؤال 5 نقط. ال5 نقط دول بيكون 4 منهم أسئلة موضوعية، والنقطة ال5 نقطة مقالية. يعني ايه 4 أسئلة موضوعية يا أستاذ؟ يعني أسئلة أكمل، مصطلح علمي، اختر، وصل، صح وغلط. تمام. طب يعني ايه نقطة مقالية يا أستاذ؟ يعني علل، ماذا يحدث، عرف، ما النتائج، اذكر مثال، الحاجات دي كلها، الأسئلة اللي هي ايه زي نمرة ب اللي بتيجي في الأسئلة دي. يبقى تمام كده. يبقى 3 أسئلة، 4 ونقطة، وبعد كده 4 ونقطة، وبعد كده 4 ونقطة. ركز وانت بتجاوب، اكتب إجابة كاملة. تمام. ركز في إجابتك، ما تستعجلش في الإجابة عشان ربنا يكرمك إن شاء الله وتجيب الدرجة النهائية. أتمنى لكم التوفيق. لو عجبك الفيديو إن شاء الله ما تنساش تضغط اشتراك في القناة وتضغط على الجرس، عشان لما تضغط على الجرس أي فيديو جديد بنزله بيجيلك رسالة بالفيديو الجديد. تمام. لكن لو اشتركت في القناة وما ضغطتش على الجرس ما بيبعتلكش رسائل حتى وانت مشترك فين في القناة. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم. الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي طلاب الصف السادس الابتدائي مع مراجعة ليلة الامتحان. طلاب الرحاب إن شاء الله بإذن الله. ركز معايا. نبدأ كده بالنموذج الأول. أول سؤال بيقول، حاول نركز مع بعض شوية عشان بس هنا التصوير مش واضح قوي. تمتلك النباتات الصحراوية سيقانا وأوراقا سميكة ليه؟ لتخزين الماء. تتدفق المياه الجوفية في من مناطق عالية الارتفاع إلى مناطق منخفضة الارتفاع بسبب الجاذبية. تختلف التربة ذات الجزيئات صغيرة الحجم عن أنواع التربة الأخرى. التربة اللي هي جزيئاتها صغيرة دي اللي هي مين؟ الطينية. إيه مميزاتها بقى؟ لديها قدرة أكبر على احتجاز الماء. يختص علم الأرصاد الجوية بدراسة الطقس والتنبؤ به. اذكر أهمية انفجار البراكين في منطقة ما. إيه فايدة انفجار البراكين؟ بتزود خصوبة التربة لأنها بتكون غنية بالصخور والمعادن. استخرج الكلمة المختلفة. أول واحدة نشيل مين يا أستاذ؟ بيقول لي مناخ حر وجاف، ولا تربة منخفضة الخصوبة، ولا مناخ معتدل وممطر؟ هنشيل مين؟ مناخ معتدل وممطر. طب والباقيين يا أستاذ؟ خصائص البيئة الصحراوية. خصائص البيئة مين؟ الصحراوية، البيئة. طيب تاني واحدة نشيل مين؟ هنشيل الديدان. طب والباقيين؟ الرمل والطمي والطين، دي مواد غير عضوية. طيب اللي بعديها لونها أصفر وحجم حبيباتها متوسط وكبيرة وعالية المسامية. ده بيتكلم عن مين كده؟ عن التربة الرملية. طب مين مش تبع الرملية؟ إن حجم حبيباتها متوسط. طيب اللي بعديها نشيل مين؟ تمام، هنشيل نوع الغذاء. طب والباقيين؟ عوامل وراثية. طيب ما العوامل التي يتم من خلالها تحديد اتجاه حركة الرياح؟ عندنا حاجتين، دوران الأرض وكمية الإشعاع الشمسي. اكتب المصطلح العلمي. جميع العوامل غير الحية في النظام البيئي. غير حية يبقى عوامل لا حيوية. العلم الذي يختص بدراسة الطقس والتنبؤ به علم الأرصاد الجوية. ظاهرة نقص الرقعة الزراعية وتحولها إلى أراضي صحراوية التصحر. عملية تكسير وتفتت الصخور. تكسير يبقى عملية التجوية. ماذا يحدث للماء البارد عند وضعه على ماء ساخن؟ إيه اللي هيحصل؟ الماء الساخن هيرتفع لأعلى والماء البارد هيهبط لأسفل. تعالوا نشوف النموذج اللي بعده. النموذج التاني. يتصاعد الماء على هيئة بخار ماء من أوراق النبات خلال عملية مين؟ النتح. خلال عملية النتح. طيب كل مما يأتي من أدوات قياس عوامل الطقس ما عدا، كل ده طقس ما عدا التلسكوب. تتميز التربة الرملية بأن حجم حبيباتها، الرملة حجم حبيباتها إيه يا ولاد؟ كبيرة. تتكون السحب من خلال عملية تكثف. بما تفسر زيادة التصحر باستمرار. ليه التصحر بيزيد؟ بسبب القطع الجائر للأشجار، الرعي الجائر للحيوانات، الجفاف. ضع علامة صح أو غلط.
الخشب من المكونات الرئيسية للصخور. غلط. المعادن. تتكون السحب عندما يكتسب بخار الماء طاقة حرارية. غلط. السحب لما بيفقد يحصل عملية تكثف فيها فقد. يمضي غزال درقاس شهورا بدون شرب الماء. صح. تستخدم بالونات الطقس لقياس الأحوال الجوية من ارتفاعات منخفضة. غلط. مرتفعة. تستخدم خلاص كده مرتفعة. ماشي. ماذا يحدث لو اختفت الحيوانات المفترسة الكبيرة من البيئة؟ لو مفيش حيوانات مفترسة زي الأسد مثلا، هيزيد عدد الفرائس زي الغزلان. الغزلان هتكتر، وبالتالي لما الغزلان هتكتر هتاكل زرع كتير، يبقى قلة الموارد والغذاء. اكتب المصطلح العلمي. عملية يصبح فيها الكائن الحي قادر على العيش في البيئة بشكل يمكنه من البقاء. التكيف. كارثة طبيعية بتدمر الموطن الطبيعي وبتزود خصوبة التربة. البراكين. مواد تتكون نتيجة تحلل البقايا العضوية. المواد اللي بتتكون من تحلل المواد العضوية. الذبال. عايز المواد اللي بتتكون. تساقط المية على الأرض في شكل مطر أو تلج. الهطول. ماذا يحدث عند حفر خنادق في منطقة ما بالنسبة لعملية التعرية؟ لما نحفر خنادق اللي بيحصل؟ بتقل التعرية وبتقل حركة المية. النموذج الثالث. أكمل العبارات التالية. يستخدم الأنيموميتر في الأنيموميتر قياس سرعة الرياح. زيادة ثاني أكسيد الكربون بتسبب ارتفاع درجة الحرارة اللي احنا كنا بنسميها احتباس حراري. تعتمد عملية ايه على الجاذبية؟ الهطول. سقوط الأمطار معتمد على الجاذبية. يمتلك بطريق الإمبراطور جلد نقط لتحمل حرارة. الإمبراطور ده اللي عايش في التلج، يبقى جلد ايه؟ سميك عشان يستحمل السقعة. تصنف التربة لثلاث أنواع، ايه هما؟ تربة طينية وتربة رملية وتربة صفراء. ضع علامة صح أو غلط. تجوز زراعة الفاكهة في البيئة الصحراوية لزيادة خصوبتها؟ طبعا غلط. الفاكهة بتزرع في التربة الصفراء اللي هي أكثر أنواع التربة خصوبة، لكن التربة الرملية دي بتكون تربة مفككة، ما ينفعش فيها الشجر الفاكهة الكبير، عايز غذاء كتير، وهي خصوبتها بتكون قليلة. يمكن رؤية كل مكونات التربة بالعين؟ غلط. بعض مكونات التربة ممكن بعض وليس كل. بعض مكونات التربة، أو لا يمكن رؤية كل مكونات التربة بالعين، بعض. تؤثر دورة المية على الطقس والمناخ؟ صح. هما الاتنين بيأثروا على بعض. المية بتأثر على الطقس والطقس بيأثر في دورة المية. تهاجر الطيور للمناطق الدافية في الشتاء؟ صح. ماذا يحدث عند وجود أسماك التنين في بعض المناطق الصحراوية؟ أدى إلى موت واختفاء 79% من الأسماك الصغيرة. موت واختفاء 79% من الأسماك الصغيرة. اكتب المصطلح العلمي. وزن عمود الهواء فوق منطقة ما، ده الضغط الجوي. تحول المادة من سائلة لغازية، التبخر. منطقة طبيعية بيحصل فيها تفاعل بين العوامل الحيوية واللا حيوية، النظام البيئي. كائنات حية بتعيش في التربة بتساهم في تحسن جودتها. هنا عايز الكائنات، كائنات محللة أو محللات. انظر إلى الصورة. تسمى عملية سقوط الأمطار باسم سقوط الأمطار اسمها الهطول. المرحلة اللي بتسبق الهطول اسمها الإيه؟ التكثف. شوف النموذج اللي بعده، النموذج الرابع. من طرق الحد من التعرية. عايزين نقلل التعرية يا أستاذ، يبقى هنعمل إيه؟ نقلل التعرية. قلة انحدار التربة، قلة حركة المية، زراعة النباتات، حفر الخنادق، إضافة الرملة والطمي للتربة. الهواء الساخن كثافته أقل من، عشان كده بيطلع لفوق. تتحكم العوامل مين في الصفات الوراثية من الآباء للأبناء؟ العوامل الوراثية. بيتكون إيه نتيجة هضم الكائنات المحللة للبقايا الحيوانية؟ يتكون الذبال، الدال عليها ضمة. ما اسم الطبقة اللي بتحصل فيها جميع ظواهر الطقس؟ التروبوسفير. هنحط بعد الر هنا في واو. التروبوسفير. تحاط الأرض. اختر الإجابة الصحيحة. تحاط الأرض بعدة طبقات من غازات تعرف ب الأرض حواليها غازات اسمها إيه؟ الغلاف الجوي. أي الأنشطة التالية
لا تسبب ارتفاع في حرارة الأرض. إيه اللي ما بيرفعش حرارة الأرض؟ زراعة الأشجار، لأن الأشجار بتاخد ثاني أكسيد الكربون وما تخليش الجو إيه يبقى حر. تنمو النباتات بشكل أفضل حين يتوفر لها ضوء شمس ومية وهواء، يبقى جميع ما سبق. المرحلة الأولى في دورة المية بنعتبرها عملية الإيه؟ التبخر، مع إن ملهاش بداية ولا نهاية. التربة دي مين واحد ومين اتنين؟ التربة واحد دي يا ولاد، القمع فوق في تربة نزلت مية كتيرة. مين التربة اللي بتنزل مية كتيرة؟ الرملية، اهي المية عالية فيها شوية. التربة اتنين نزلت شوية مية قليلة. مين التربة اللي بتنزل مية قليلة وبتحتفظ بالمية فوق؟ التربة الطينية. يبقى واحد دي رملية واتنين ايه طينية. تعال نشوف بقى الأسئلة عايزة ايه. تصريف المياه أسرع. تصريف المية التربة مين بتصرف المية أسرع؟ اللي بتصرف أكتر اللي هي مين؟ الرملة. يبقى التربة مين؟ واحد بتصرف أسرع من اتنين. طب التربة مين فيها كمية كبيرة من الطين؟ مين اللي فيها طين؟ لسه قايلين اتنين الطينية. طب اللي فيها رملة؟ تربة رقم نقط فيها كمية كبيرة من الرمال الأولى اللي هي التربة الرملية. استخرج الكلمة المختلفة مما يأتي. أول سطر هنشيل مين يا أستاذ؟ هنشيل الزلازل. طب والباقيين؟ عوامل الطقس. اتنين هنشيل مين يا أستاذ؟ هنشيل راعي الماشية. طب والباقيين؟ عوامل طبيعية لتدمير الموطن. طيب التالتة نشيل مين؟ هنشيل الجاذبية. طب والباقيين؟ عوامل أو مراحل دورة المية. الرابعة دي بقى يا ولاد لها إجابتين. في إجابتين ينفعوا. ينفع نشيل الأعشاب ونقول الباقيين حيوانات، وينفع نشيل الضفادع ونقول الباقيين بيعيشوا فين؟ في السافانا. كائنات بتعيش في السافانا اللي هو الحمار الوحشي والغزالة والأعشاب الإيه؟ الجافة. يبقى دوت ليه إجابتين. هتلاقينا احنا في الحصة كده عملنا إجابة تانية، خدنا سهم تحت كده وقلنا ممكن نشيل مين؟ ممكن نشيل الأعشاب ونقول الباقيين عبارة عن إيه؟ حيوانات. فوق كنا كاتبين مختارين الضفادع وقلنا الباقيين تعيش في غابات السافانا. وضح العوامل التي قد تؤثر على النبات أثناء قيامه بعملية البناء الضوئي. إيه الحاجات اللي النبات بتأثر عليه في البناء الضوئي؟ طبعا المية والهواء وضوء مين؟ الشمس، زي نبات الأقحوان. فاكرين الكلام دوت؟ الضوء الكتير والضوء القليل. يبقى المية والهواء وضوء الشمس. النموذج الخامس، أكمل العبارات التالية من الأمثلة على الهطول. مين في دول هطول يا أستاذ؟ الإجابة هنا مش باينة، ثواني كده. الاختيارات: تساقط قطرات الأمطار. ماشي، يبقى الهطول عبارة عن مطر أو تلج أو كرات برد. تدل كمية بخار الماء الموجودة في الهواء الجوي لمنطقة معينة على نسبة كمية بخار الماء اسمها الإيه؟ الرطوبة. تعتبر البكتيريا والفطريات كائنات محللة. الكلمة مش واضحة. ترث الكائنات الحية عوامل إيه من والديها؟ العوامل الوراثية. اذكر أهمية العوامل الوراثية. نقل الصفات الوراثية من الآباء للأبناء. زي إيه بقى الصفات الوراثية اللي بتتنقل من الآباء للأبناء؟ تعالى كده نشوف زي مين. زي لون الشعر ولون العين وشكل الفرو وشكل الأذن وشكل الأنف. زي مثلا في النبات طول أو قصر النبات، زي لون الزهرة ووضع الزهرة، زي شكل الورقة. كل دي صفات وراثية بتنتقل من الآباء للأبناء عن طريق العوامل الوراثية. اكتب المصطلح العلمي. قشرة الأرض الرقيقة التي تدعم الحياة على الأرض التربة. العملية التي يتحول فيها بخار الماء إلى سائل. البخار هيرجع سائل تاني، التكثف. كائنات حية بتقتل النباتات والحيوانات في منطقة ما وبتستهلك الموارد، دي المجتاحة. سلوك يقوم به الكائن الحي يمكنه من البقاء، ده التكيف السلوكي. بدل قال لي سلوك يبقى أقول له تكيف إيه؟ سلوكي. ماذا يحدث عند زراعة محاصيل لا تتحمل حرارة الطقس في بيئة صحراوية؟ أي حد يتحط في مكان مش مكانه هيحصل له إيه؟ يموت وقد ينقرض. وصل. الأنيمومتر، سرعة الرياح. آخر واحدة. التربة الطينية.
لها قدرة عالية على امتصاص المية. تاني واحدة، كمية الإشعاع بتحدد اتجاه حركة الرياح. أول واحدة، التجمع المائي، موقع تخزين المية. يبقى 3 2 4 1. بما تفسر تمتاز الطيور المهاجرة بصفات جسمية مختلفة عن أنواع الطيور أخرى. ليه؟ لتساعدها على تحمل الظروف الصعبة. زي إيه بقى الظروف الصعبة دي يا أستاذ؟ زي ندرة الغذاء، زي أماكن راحة قليلة، زي وجود حيوانات مفترسة. كل العوامل اللي بتقابلها في هجرتها. طيب، أكمل العبارات التالية. امتلاك سحال الصحراء جلد قشر لون الرمال، ده تكيف تركيبي. حاجة في جسم الكائن يبقى تركيبي. يرجع وجود البعوض والضفادع في المستنقعات إلى بسبب إيه؟ وجود رطوبة اللي هي المية الكتيرة، وانخفاض درجة الحرارة اللي هو الجو بارد. يبقى وجود رطوبة وانخفاض درجة الحرارة. يستخدم الترمومتر لقياس درجة الحرارة، بينما مين لقياس الضغط؟ البارومتر. تنقل الطاقة الشمسية الحرارة من الفضاء إلى الغلاف الجوي للأرض عن طريق الإشعاع. مش فضاء للأرض بالإيه؟ بالإشعاع. أذكر أمثلة على العوامل اللاحيوية. لاحيوية زي مين؟ الماء والهواء والتربة وضوء الشمس. تمام. يفضل بلاش الغذاء، لأن الغذاء ممكن يكون كائن حي، في الغالب بيكون كائن إيه؟ حي. يبقى خلينا في الماء والهواء وضوء الشمس والإيه؟ والتربة. ده النموذج الكام دوت؟ النموذج الخامس. تعالوا نشوف كده السادس. طيب، بيقول لي تعتبر نقط من السلوكيات الغريزية لدى الكائن الحي. سلوكيات غريزية يعني عايزين حاجة تكيف سلوكي. زي مين؟ زي هجرة الطيور أو الأسماك، الهجرة بصورة عامة، زي معيشة الحيوانات في قطيع، زي اتجاه النبات في اتجاه ضوء الشمس، زي نبات عباد الشمس. من أمثلة الأنشطة البشرية اللي بتدمر الموطن، زي قطع الأشجار، زي تجريف التربة، زي الرعي الجائر. طيب، تعتبر مين المصدر الرئيسي للطاقة في دورة المية؟ الشمس. غالبا ما يكون لسلاسل الجبال جانب رطب وجانب جاف. اذكر 5 احتياجات أساسية يجب توفرها للكائنات الحية للبقاء: الماء، الهواء، الغذاء، ضوء الشمس، المأوى. صح وغلط. انحدار الأرض بيساعد في حركة المية فوق التربة. صح. بتساعد موجات الجفاف بسبب انخفاض الشديد في درجة، أو تحدث موجات الجفاف بسبب انخفاض درجة الحرارة. غلط، ارتفاع. تؤدي إزالة أشجار الغابات لتدمير الموطن الطبيعي. صح. تؤثر العوامل البيئية والظروف المناخية في خصائص الكائنات الحية التي نعيش فيها. العوامل البيئية والمناخية بتأثر. صح. بما تفسر درجة الحرارة مرتفعة في المناطق القريبة من خط الاستواء والجو حر، لأن أشعة الشمس بتكون عمودية فتتركز على مساحة صغيرة. صح وغلط. يتأثر نمو النبات بشدة بالضوء. صح. تؤثر أشعة الشمس المائلة على مساحة صغيرة. لا، اللي كانت على مساحة صغيرة دي الأشعة مين؟ العمودية. كثافة الهواء البارد أكبر من كثافة الهواء الدافي. صح. عشان كده البارد بينزل لتحت والساخن بيطلع لفوق. يتكون الذبان نتيجة قيام النباتات بالبناء الضوئي. غلط، نتيجة تحلل البقايا العضوية والكائنات الميتة. بما تفسر الإمبراطور يتميز بطريق الإمبراطور جلده سميك وعنده ريش كتير. ليه؟ ليساعده أو لحمايته من انخفاض درجة الحرارة، ويتحمل درجات الحرارة المنخفضة، وحتى لا يتجمد. طيب، السلوك. وصل بقى يلا. الطريقة التي تستجيب بها الكائنات الحية لمحفزات البيئة: الجريان السطحي، حركة الماء عبر سطح الأرض، الموطن الطبيعي بيوفر المية والغذاء والمأوى، التربة الصحراوية لا تنمو الأشجار الكبيرة فيها. ما المقصود بالنظام البيئي؟ منطقة طبيعية أو مساحة طبيعية بيحدث فيها تفاعل بين العوامل الحيوية والعوامل اللا حيوية. شوف النموذج السابع.
يمتلك الناس القدرة على التحكم في أساليب المعيشة. العوامل الوراثية طبعا ما أقدرش أتحكم فيها. تتميز التربة بقدرة أكبر على الاحتفاظ بالمية. مين اللي بتحتفظ بالمية؟ الطينية. يمكن جمع بيانات الطقس وتمثيلها باستخدام خرائط الطقس. السوائل والغازات الأقل في إيه بترتفع لأعلى؟ الأقل كثافة. كيف تساعد النباتات في دورة المية؟ بتقوم بعملية النتح للتخلص من الماء الزائد في صورة بخار ماء، اللي هي تعتبر عملية تبخر. النتح دي تعتبر تبخر. أي مما يلي من طرق الحد من التلوث. مين في دول يحافظ على يحمينا من التلوث؟ إعادة التدوير ولا معالجة مية الصرف ولا أسوار التربة؟ جميع ما سبق. يبقى الإجابة جميع ما سبق. انصهار جليد القطبين يمكن أن يتسبب فيه طبعا فيضانات. تتكون الصخور من مجموعة من المعادن ولا الغازات ولا السوائل ولا كل ما سبق؟ لا، الإجابة كل ما سبق. هتقولي يا أستاذ المعادن. أيوة فعلا الصخور بتتكون من معادن. المعدن هو بعدة بناء الصخر. طيب ما الصخور ديت يا أستاذ أو المعادن ديت موجود فيها سوائل. كنا بنقول السوائل زي المية موجودة فين؟ في مسام الصخور. إذا الصخور كمان فيها إيه؟ فيها مية. وكنا بنقول إن 50% من مكونات التربة اللي هي الصخور فيها إيه؟ فيها مية وفيها غازات. يبقى الإجابة جميع ما سبق. لو ما جابش كل ما سبق كنت هختار كلمة الإيه؟ المعادن. يبقى الإجابة هنا إيه؟ كل ما سبق. أي مما يلي يشكل إحدى الفوائد التي تعود على الطيور المهاجرة من الهجرة؟ يا ترى مين دوت فايدة للطيور المهاجرة؟ استمرارها ولا بتحصل على غذائها ولا بتتكاثر ولا جميع ما سبق؟ يبقى الإجابة جميع ما سبق. اذكر 2 من الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها العواصف الرملية. صعوبة الرؤية وحوادث، توقف الرحلات الجوية، التهاب العين والجهاز التنفسي، تلوث المية، تعطل الألواح الشمسية نتيجة تراكم الرمال عليها، تدمير النباتات. اكتب المصطلح العلمي. العملية التي يتحول فيها الماء السائل، المية السائلة بقت بخار، اسمها عملية التبخر. كائنات مجهرية تنتشر في التربة بتزود خصوبتها، قلنا كائنات محللة أو محللات. زيادة سرعة تحرك الماء فوق الأرض وسحب التربة في طريقها. لو قال لي يا ولاد زيادة سرعة تحرك المية فوق الأرض وسحب التربة، سحبت التربة يعني المية اتحركت وسحبت التربة، يبقى دي تعرية. طيب لو كان قال لي زيادة سرعة تحرك المية بس وسكت كنا قلنا له جريان سطحي. طب هنا قال لي حركة المية وسحبت معاها التربة، يبقى أقول له دي مين؟ التعرية. دي مين يا رجالة؟ التعرية. محدش هنا يقول لي الجريان السطحي. خلاص محدش يقول الجريان السطحي، اسمها التعرية. تكيفات ترتبط بتركيب جسم الكائن الحي. بالتركيب، يبقى تكيف تركيبي. اذكر السبب. تشكل العواصف الرملية خطورة كبيرة على قائد المركبات لأنها بتسبب صعوبة الرؤية وحدوث حوادث. لا يمكن تكون الجليد عند قمم الجبال. غلط. يمكن. أنا لما أطلع لفوق الحرارة بتقل فلاقي فوق الجبال في إيه؟ في تلج. يبقى لا يمكن. غلط. يمكن. يتم تدمير الموطن الطبيعي نتيجة الكوارث الطبيعية فقط. غلط. الطبيعية والبشرية. تعد العوامل البيئية من المؤثرات الداخلية اللي بتأثر على نمو الكائن. غلط. مش العوامل البيئية، العوامل مين؟ الوراثية. بدل البيئية أقول له مين؟ الوراثية. العوامل الوراثية تعتبر مؤثرات داخلية. بلاش كلمة نصحح خارجية، لا خلينا نصحح كلمة البيئية ونخليها الوراثية. يبقى تعد العوامل الوراثية من المؤثرات الداخلية اللي بتأثر في نمو الكائن وحيه وسلوكه. ممكن يجاوب كده يا أستاذ خارجية، مفيش مشكلة، بس الأفضل إن أنا أشيل كلمة بيئية وأحط كلمة وراثية. يؤدي تجريف التربة لقلة خصوبتها. صح. ما المقصود بدورة المية؟ إيه المقصود بدورة المية؟ حركة الماء بين التجمعات المائية. حركة المية بين لازم أجاوب إجابة كاملة. حركة الماء أدي نص الإجابة، بين التجمعات المائية أدي النص التاني من الإجابة. أمال يا أستاذ الجريان السطحي كان حركة الماء على سطح الأرض. حركة الماء أدي النص الأول، وكان كلمة على سطح الأرض دي الجزء التاني. يبقى كلمة دورة المية لازم أقول فيها كلمة التجمعات التجمعات المائية. أتمنى لكم من ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله التوفيق. شدوا حيلكم، ربنا يوفقكم.
هيجيبكم إن شاء الله امتحان عبارة عن 3 أسئلة، كل سؤال 5 نقط. ال5 نقط دول بيكون 4 منهم أسئلة موضوعية، والنقطة ال5 نقطة مقالية. يعني إيه 4 أسئلة موضوعية يا أستاذ؟ يعني أسئلة أكمل، مصطلح علمي، اختر، وصل، صح وغلط. تمام. طب يعني إيه نقطة مقالية يا أستاذ؟ يعني علل، ماذا يحدث، عرف، ما النتائج، اذكر مثال، الحاجات دي كلها، الأسئلة اللي هي إيه زي نمرة ب اللي بتيجي في الأسئلة دي. يبقى تمام كده. يبقى 3 أسئلة، 4 ونقطة، وبعد كده 4 ونقطة، وبعد كده 4 ونقطة. ركز وأنت بتجاوب، اكتب إجابة كاملة. تمام. ركز في إجابتك، ما تستعجلش في الإجابة عشان ربنا يكرمك إن شاء الله وتجيب الدرجة النهائية. أتمنى لكم التوفيق. لو عجبك الفيديو إن شاء الله ما تنساش تضغط اشتراك في القناة وتضغط على الجرس، عشان لما تضغط على الجرس أي فيديو جديد بنزله بيجيلك رسالة بالفيديو الجديد. تمام. لكن لو اشتركت في القناة وما ضغطتش على الجرس ما بيبعتلكش رسائل حتى وأنت مشترك فين في القناة. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهد، لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك ودوس اعجاب واضغط على الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد.